بص، القصة دي معقدة شوية. مرة يقول لك أنا كنت نازل للقاهرة وطلبتني إن أنا أتعشى عندها. ده كلام عمر الشريف. فلما رحت هناك لقيت الصحفيين وكل الدنيا هناك ونزلوا لنا الصور دي، واتفاجئت بالخبر ده. وكما لو إنه إشاعة مدبرة يعني من سهير رمزي عشان تروج لخبر خطوبتها، أو إنها تعمل إشاعة إنها اتخطبت لعمر الشريف. نفسها سهير رمزي نفت الموضوع ده، قالت إنها ما اتخطبتش ليه. طب الجرايد وقتها كانت قالت ايه، وايه حقيقة الموضوع ده اصلا، خاصة ان في ناس كتير قوي اكدت ان الموضوع ده حصل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. اقول لك بقى الموضوع ده جه ازاي اساسا. هي بتقول سهير رمزي الاول ان دي كانت اشاعة. هو كان اتفرج على فيلم المذنبون وعجبه جدا، وقال ان هو عايز يقابل الممثلة دي لانها ممثلة كويسة وكده. فاتفق مع حلمي رفلة ان هما يروحوا يسهروا عندها هو واصحابه وكل الناس دي وتعزمهم يعني على الاكل. فهم راحوا هناك وكده، ودي القصه من وجهه نظر سهير رمزي. ودي قصه سهير رمزي ايه اللي قالتها كذا مره. عكس الكلام ده كان قايله عمر الشريف، قال ان هي اللي عزمته، مش ان هو شاف فيلم ليها فعجبها الفيلم، عجبه الفيلم وحب يقابلها. لا، العكس هو اللي حصل. ان هي اللي طلبته اول ما عرفت ان هو راجع مصر من بره، وكان بيصور فيلم وقتها اسمه دكتور زيفاجو سنه 77. وبالتالي هي راحت طلبته وهو راح لها البيت ولقى الصور. ده عكس كلامه. طب الكلام اللي كان نازل في الجورنال بقى يقول لك ان كان في جواز فعلا وقتها. جريدة الاهرام 8 يناير 77 نزلت تقرير صحفي بعنوان ايه، عمر الشريف يطير الى باريس اليوم ثم الهند بعد اسرع زواج سنة 77. ايه اسرع زواج في سنة 77 ده؟ التقرير هنا بيكمل بيقول ايه بقى، ان عمر الشريف وصل للقاهرة عشان يصور فيلم المماليك اللي عمله في مصر انتاج حلمي رفلة. وبعد اسبوع راح امريكا عشان يكمل تصوير فيلم دكتور زيفاجو مع المخرج ديفيد لين. وجه في الاهرام بقى مكتوب ايه، رجع الى مصر لمده اسبوع مع رحله سياحيه لعارضات ازياء، ولم يقابل فيها احد من زملائه. ثم عاد مره ثانيه بعد اسبوعين، ده عمر الشريف، واتقابلوا في فندق الشيراتون في حفل للفنان عبد الحليم هو وسهير رمزي بقى. وفي خلال الحفله دي عمر الشريف عرف ان سهير رمزي عندها بغبغان في البيت بيردد الكلام ورا الناس وذكي جدا وكده. فقالوا ان هم حابين ايه، حب يشوفوا يعني. طبعا تقول لي ايه الحيله الغريبه او الحجه الغريبه، هي حاجه جديده وقتها، بغبغان بيردد الكلام وبتاع. خلاص هنروح كلنا هناك وبالمره يعني تعزموا على الغدا هي ووالدتها واسرتها وهو واصحابه. يعني هم مش رايحين لوحدهم في الاخر. كان في برنامج تلفزيوني وقتها اسمه سهرة النجوم في راس السنة. دي من الحاجات الجميلة جدا اللي كانت بتتعمل زمان يعني، اللي مبقتش موجودة. فالمفروض الحفلة دي كانت بتتعمل في مينا هاوس، ده مكان فندق يعني. فاللي المفروض يقدم عمر الشريف في الحفلة دي كانت سهير رمزي. فاتقابلوا تاني في مينا هاوس، واتقابلوا بعد كده تاني في الشيراتون مع عبد الحليم حافظ وصالح سليم رئيس النادي الاهلي السابق الله يرحمه ومجموعة من اصدقائه. بعد كده سهير رمزي عزمتهم كلهم على حفلة في شقتها. الحفلة دي اللي ظهر فيها عمر الشريف بالمناسبة بيرقص بالعصاية ومعاه فيفي عبده وناس كتير، وطلعت صور كتيرة قوي من الحفلة دي. بيتقال بقى في جريدة الأهرام إيه وقتها، إن وهم بيرقصوا فرحانين وكده طلب منها الجواز. وهنا يقول لك وهمس في أذنها بطلب الجواز. ده ما يقولكش غير إن سهير رمزي هي اللي قالت للأهرام، أو إن اللي كتب في الأهرام ده توقع حاجة زي كده. وقالوا إن الحفلة كملت في بهجة وسرور وفرح غير عادي من سهير رمزي بعد طبعا طلب جوازها. استمر الحفل ده لحد 4 فجرا زي ما بيقولوا. واشترك في احياء الحفل ده ناس كتير جدا من الموسيقيين والمطرب الاردني والموسيقار فلان. فيقول لك ان كان في حفل فعلا. وكان في الحفله دي وقتها بيقولوا توفيق الحكيم كمان. الخبر اللي باجي بعد كده ان عمر الشريف يغادر القاهره 8 يناير 1977. الاهرام قالت ايه، انه غادر من القاهره وخد حقائب السفر بتاعته وراح لباريس. وبعدها هيروح الهند عشان يشارك في فيلم انجليزي غير الفيلم اللي احنا قلنا عليه. واتفق كمان مع سهير رمزي ان هو هيستمر لمدة 6 شهور كل سنة في باريس، وبقية السنة
هيقضيها في القاهره عشان يتابع المشاريع التجاريه بتاعته. ايه المشاريع التجاريه بتاعته دي؟ كان هيعمل فندق على شط العجمي في اسكندريه. بعد كده هو كان عامل قبل كده يعني فندق في مراكش، وده كان عامله سنه 67. يعني كان ليه مشاريع تجاريه وقتها عمر الشريف. في الفتره دي سهير رمزي كانت بتعمل فيلم اسمه حلو يا دنيا الحب مع حسين فهمي، وقربت تخلصه، وكانت بتشارك بعدها في فيلم اسمه السقامات اللي متاخد عن الروايه بتاعه يوسف السباعي، اخراج صلاح ابو سيف، انتاج يوسف شاهين. وكان طبعا في فريد شوقي وطبعا عزت العلي. واتقال وقتها في الخبر ان الزواج من عمر الشريف هو الجواز الرابع في حياه سهير رمزي بعد جوازها من حلمي بكر والامير خالد بن مسعود ورجل الاعمال محمد الملا. اما بالنسبه لعمر الشريف فكان الجواز الثاني بعد فاتن حمامه. طيب وقتها قالوا ان برضه عمر الشريف كان بيرتب لاعلان انفصاله عن فاتن حمامه. الحقيقه فين من ده كله؟ والله الحقيقه تشك فيها شويه، لان عمر الشريف قال ان الموضوع كان مترتب وتم استدراجه لاشاعه. يعني هي كانت عايزه تعمل خبر وفرقعه ان هي اتخطبت لعمر الشريف فنان عالمي كبير وكده، وكان فتى احلامها زي ما هي بتقول ايام ما كانت صغيره. فراحت استضافته على العشاء، فراح هناك فراحت متصوره الصور دي هوب نزلت بالخبر. من ناحيه سهير رمزي نفت برضو ان حصل جواز او حصل خطوبه وقتها، وقالت لا بالعكس ده هو عجبه دوري في فيلم المذنبون فاتقابلنا، وكان عايزني انا اقدمه قبل الحفله بتاعت مينا هاوس اللي قلنا عليها، فاتصل بيا الاول وبتاع واتعزمته وحصل. اما اللي حاصل بقى في الطبيعه ان انا شايف الصور دي، فيبقى مقابله الخطوبه او الاشاعه بتاعت الخطوبه اللي كانت في البيت مش هي المقابله الوحيده زي ما قال عمر الشريف. لكن بعد كده شفنا الصور دي اللي هي مش واضحه قوي، اللي هي موجوده ان هو كان معاه في فندق شيراتون وكده، فممكن وقتها عادي يكون حصل خطوبه، وطبعا نتيجه غضب فاتن حمامه وقتها ويمكن حصل مشاكل وقتها كنسلوا الموضوع. بس هو الاكيد ان هي وقتها ما كانتش اشاعه واتكدبت في نفس الوقت على طول، لان حصل اكتر من مقابله، وجريده الاهرام وقتها اكيد ما كانتش بتكذب او بتكتب اي كلام. لا حصل مقابلات كتيره، بس اللي شككك في روايه الاهرام ان حصل اكيد جواز، فكره وهمس في اذنها زي ما كان مكتوب الخبر وطلب منها الزواج. همس في اذنها دي يعني يا سهير رمزي قالت لك يا انت توقعت، وده ما فيهاش توقعات، يعني فيها معلومه ما فيش. ودي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه.